سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير. المهم كما كتشوفوا غنشارك معكم هاد ثلاثه الوصفات اللي ساهلين ماهلين تكوني خارجه وتجي وما تعرفي ما ديري. المهم وصفات ساهلين. بالنسبه للحريشه كتجي غزاله 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 ومعمره. المهم بطريقه زوينه وسهله وكتجي زوينه رطبه وهشيشه. تصدق لاي وحده. هنايا بالنسبه لهاد المملحه هادي اللي بالعجين المورق اللي كتجي لذيذه والحشوه ديالها خطيره وسهله وبنينه مختلفه على الحشوات اللي كتشوفوا ديما. وعندي هنا عصير اللي زوين شاركته معكم، صحي وواعر ولذيذ. غندوزو للمقادير والطريقه. بالنسبه للحريشات عندي هنايا 500 غرام ديال السميده الرقيقه، هي 3 الكيسان ونص ديال السميده الرقيقه كما كتشوفوا، حيت هي كيكونوا 4 الكيسان. انا نقصت نص كاس كما غتشوفوا معايا باش غنخليه هكايا نديرو فيه الحريشات ديالنا منين نبغيو نديروهم في المقله. كما كتشوفوا نقصت نص كاس، يعني 3 الكيسان ونص، 500 غرام ناقصه منها نص كاس. هنايا درت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، درت هنايا معلقه صغيره ديال السكر، نص معلقه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. كما كتشوفوا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان مزيان كما شفتوا. كنخلطها بالمعلقه هكا بالزربه. وهنايا درت نص كاس فيه الزيت والزبده. ذوبت ربع كاس ديال الزبده وزدت عليه الزيت كما كتشوفوا، يعني نص كاس مخلط كما شفتوا. وغنخلطوهم هكايا. انا كنخلط غير بمعلقه كما كتشوفوا معايا، خفه زربا. بغيتو ديروا غير بيديكم بسبسوها هكا بيديكم وصافي. هنايا درت هنايا 2 كيسان ديال الحليب دافي كما كتشوفوا معايا، الكيسان ديال العنبه البنات، 2 كيسان ديال الحليب دافي. خويو كلشي في خطره وخلطوا هكايا، ما دلكوها ما والو، السميده باش تبقى لكم زوينه. الا دلكتوها غتجيكم معجنه. غتخلطوا غير بالمعلقه ولا بيديكم مع بالريوس ديال الصبعه ديالكم. من بعد ما ارتاحت كتشوفوا شربات لينا صافي، بديت كنكورها بحال هكايا. غنعمرها بالجبن ولا باللي بغيتو نتوما، الحشوه ليكم نتوما. انا درت هنايا الفرماج كريمي وجمعتها ودرتها في السميده كما كتشوفوا. كورتها ودرتها في السميده بطريقه سهله كما كتشوفوا. انا حيت شاده التليفون بيد وبيد كنوريكم صافي. وكتبداو ثاني ديروا في السميده داك نص كاس اللي كنا خلينا. صافي كنبقاو نديروها بحال هكايا وكنحطها في المقله. بالنسبه للمقله راه ما كانتش سخونه بزاف، يلاه شعلت عليها وبديت كنقاد هكايا في الحريشات ديالنا. صافي كنحط هاد الطابع هذا كنقاد به. ماشي بالضروره يكون عندكم هذا، لما كانش كديروا بالطابع ديال بديك الغطيه ديال الشكلاط اللي كنت راه مشاركه معكم شحال من خطره في القناه. الحريشات دايراهم معكم بزاف معمرين بالزيتون، المهم مختلفه بزاف ديال الحريشات. صافي من بعد ما قاديتها البوطه كتكون متوسطه البنات. من بعد ما شوفوا كي انايا وريتكم بدات كتقاد بحال بدات كتنفخ شي شويه، غنبدا نقلب فيها، ما غنخليهاش حتى كطيب من التحت. علاش تنوريكم هكايا؟ باش تجيكم محمره على جوج جويه مقاده، لا كم الوجه التحتاني والوجه الفوقاني كتجيكم مقاده بحال تقولوا شارينها من زنقه وحسنها البنات. كتجي خطيره وزوينه. هذه هي الطريقه ديالي انا في الحرشه. المهم كما شفتوا هذا الوجه هذا راه حتى الوجه التحتاني بحالهم بحال هكايا. ماشي تخليوها حتى كتقصح ليكم. ملي كتحسوا بها طابت من التحت والفوق تيولي قاصح تقلبوها، راه ما كتحمرش مقاده بحال الاولاني. المهم هذه هي طريقتي انا بغيت نشاركها معكم. بالنسبه للوصفه الثانيه، هنايا عندي بصله وحده اللي شدتها شلطتها وزدت عليها شويه الزيت وشويه الملحه وشويه البزار وخليتهم حتى تشحروا ليا مزيان كما كتشوفوا. البصله هبطات وزدت عليهم هنايا شرائح ديال الدجاج قطعتهم هكايا على الطول كما كتشوفوا. المهم تقطعوهم كما بغيتوا نتوما. المهم الدجاج يكون عندكم طريفات هكايا. وزدت عليهم هنايا لي زيبيناغ اللي كان عندي مكونجلي، خليته حتى تطلق وعصرته من داك الماء ديالو. لا عندكم طري من الاحسن، المهم على حسب الكميه اللي عندكم. كنشحروه مزيان كنخليوه حتى كيطيب لينا كما كتشوفوا، حتى طاب لينا لي زيبيناغ. وزدت عليه هنايا واحد 2 معالق ديال البيشاميل كما كتشوفوا، جوج كبار على حسب الكميه نتوما اللي بغيتو، على حسب الكميه نتوما اللي عندكم ديال الحشوه. كنخلطوه مزيان مزيان حتى كيتخلط لينا مع لي زيبيناغ. وزدت هنايا واحد الطرف ديال هذا
ديال الفرماج ديال الساندويش، وزدت هنايا واحد المعلقه ديال الفرماج محكوك اللي كنديرو في الباستا الكرانا البنات. الا ما عندكمش، بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش، ديروا الفرماج الاحمر، واحد المعلقه، واحد المعلقه ولا جوج. صافي كنخلطو، كنكون طفيت عليه البوطه صافي، وغنبدا نخلط عا بحال هكا تيذوب ليا داك الفرماج عا في داك السخونيه اللي كاينه في الحشوه، ونخليوها تبرد على جنب. هنايا شديت العجين المورق اللي عندي، كنكون انا هذا شارياه، ولكن ان شاء الله ان شاء الله وعد مني غنشارك معكم الطريقه ديال العجين المورق، طريقه سهله وبالزربه واحترافيه البنات. المهم هنايا درت الفرماج في العجين المورق كما كتشوفوا، وزدت عليه الحشوه كما شفتوا. الفرماج محكوك اللي بغيتو نتومايا، ولا موتزاريلا اللي درت، كما درت من التحت ودرتو من الفوق. درت الحشوه ديالي ودرت هنايا الفرماج، وطويت الطويه الاولى والطويه الثانيه. المهم طريقه سهله مهله بالزربه. وبالنسبه من الفوق قطعت هنايا مطيشه رقيقه البنات كما كتشوفوا، ودرت عليها الفرماج محكوك، ولا المهم درت انا الموتزاريلا. نتوما ديروا الفرماج الاحمر، انا كنهضر على البنات اللي ما تيكونش عندهم هكا الموتزاريلا في الدار، كيكون اكثريه اللي عنده الفرماج الاحمر بزاف كيخدموا به. وهنايا درت القزبر من الفوق والزيت من الفوق، والفران يكون سخون البنات. العجين المورق كيبغي الفران يكون سخون ماشي بارد. صافي ودخلتها الفران. المهم تقريبا ديال خدات لي الوقت واحد 20 دقيقه. المهم كل واحد على حسب الفران، درجه الحراره 180 يكون الفران سخون البنات. المهم خليتها كطيب. دزت هنايا كنوجد في العصير ديالي. بالنسبه للعصير عندي هنايا لافوكا، عندي هنايا البنان، عندي هنايا 3 تمرات ولا 4 على حسب نتوما الكميه اللي بغيتو. عندي الشريحه، عندي اللوز، عندي الزبيب، عندي الكركاع. المهم هذا العصير ما نقولش لكم كيجي خطير وزوين واعر وكيجي لذيذ البنات. المهم زدت عليه هنايا الحليب. انا ما درتش السكر. علاش ما درتش السكر؟ حيت قلت لكم كاين الزبيب وكاين التمر وكاين الشريحه، هو اللي عاطينا ديك الحلاوه طبيعيه وصحيه. صافي غنطحنوه مزيان مزيان. المهم هو راه تيبغي تطحن واحد شويه مزيان، حيت فيه داك اللوز والكركاع والشريحه، طحنوه مزيان وكنقدموه بالصحه والراحه. هنايا المملحه ديالي اللي شاركت معاكم كتجي بحال هكا، قطعتها هكايا على الطول. شوفوا البنات كي كتجي خزاله بنينه 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 بزاف. نتمنىكم تجربوها. وبالنسبه للحريشات ما نقولش لكم كي كيجيو، انا غنوريكم الوجيه ديالهم كي داير من اللور ومن القدام شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي زوينه. وبالنسبه للعصير هانتوما كما شفتوا كيجي بحال هكايا. نتمنى تجربوهم. شوفوا الحريشات ديالنا هانتوما. هذه هي الطريقه انا اللي تنبغي ديما نوصلها لكم، راه كنشاركها معكم شحال من خطره. نبغيكم هكايا تجيكم الحريشات مقادين وكيجيو زويونين ومتيولين. حيت شحال من خطره كنقولها وكنعاودها، حيت كاين اللي كيحط الحرشه كيحط الوجه ديالها اللي كما كيبدا يكرس فيها، والوجه الفوقاني ما كتكونش مقاده في التحمار. المهم انا كنقول لكم داكشي ديالي، الطريقه ديالي اللي انايا معلمه، وكنبغي نزيد نتعلم وكنبغي نزيد نوريكم ونشارك معكم. وبالنسبه للحريشات كما شفتوا، شوفوا الحريشه كي كتجي راه ما مدقسه ما والو. شفتوها كي دايره خفيفه من الداخل ورطبه ومعمره هكايا بالفرماج، كتجي يا سلام. وانتم الا بغيتو ديروا الفرماج الشكلاط اللي بغيتو نتومايا، ديروا اي حشوه عندكم. وان شاء الله الا بغيتوني نبقى نشارك معكم الحشوات اللي كندير في الحريشات، راه ما تنحطهمش بزاف والله البنات. نتمنى ما تنساونيش غير باللايك ديالكم والتعليق ديالكم زوينه. وبسلامه عليكم، بصحه.